معقول يا جماعة 3 بيضات يعملوا معايا دستتين جاتو؟ يعني 24 قطعة من الجاتو. قد ايه جميل وشكله كده جميل وراقي، وطعم الكيكة فيه رائع وجميل جدا. قد ايه هش وهيشرفك قدام ضيوفك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، حطيت عليهم كوباية من السكر ونقطتين من الفانيليا، وبدأت ان انا اضربهم. هنا مش محتاجة خالص ان انتي تضربي بمضرب كهربا، فممكن تستخدمي مضرب يدوي عادي، وممكن تضربي كمان المكونات في الخلاط. هنبدأ بعد كده ننزل بنص كوباية من الزيت وكوباية من الحليب ورشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل. ابدأي اخلطي بقى كله مع بعضه كده. الاول احنا ضربنا البيض مع السكر كويس جدا لحد ما بقت فومي كده شويه، وبعد كده حطينا بقيه المكونات بعدها. بعد كده هنبدأ ننزل بقى بالمكونات الجافة اللي هي عبارة عن كوبايتين ونص من الدقيق، والدقيق هنا دقيق عادي مش دقيق اسبونش ولا حاجة، دقيق متعدد الأغراض. حطيت عليه كمان كيس كامل من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام. وابدأي كده اخلطي كله مع بعضه، المكونات الجافة مع المكونات السائلة الأولانية، لحد ما يتكون معاكي الخليط الحلو قوي اللي انت هتشوفيه ده. بعد ما خلطناه كويس جدا وتأكدنا ان احنا خلطنا الدقيق كويس قوي والبيكنج باودر، هنبدأ نجيب صاج 30 في 40 يكون مدهون بدهنة من الزيت، وهصب فيه الخليط بتاع الكيك بتاعي بالطريقة دي. طبعا وزعي بقى الخليط بتاعك وندخله بعد كده على فرن سخن على درجة حرارة تكون 180 على الرف الوسط. قعد معايا حوالي نص ساعة، وده كده شكله اول ما طلع من الفرن. سبته يهدى شوية لمدة حوالي 10 دقايق، وبعد كده رحت جاية سقياه بنص كوباية من الحليب. اوعي تسقيه بالحليب وهو لسه سخن، لان الكيك كده هيعجن معاكي. تمام، الحليب كان ساقع والكيكة كانت دافية. بعد كده الكريمة عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليها معلقة من الكريم باستري وممكن تستغني عنها، ومعلقة كبيرة من الحليب البودرة، و3 معالق كبار من السكر. وخلطتهم الاول على الجاف كده، وبعد كده رحت جايه حاطه كوبايه وربع من الميه الساقعه. وبدأت بعد كده ان انا اضرب بالمضرب، ممكن تضربيه في الخلاط وممكن تضربيه بايدك بالمضرب اليدوي. الكريم شانتيه سهل جدا في ضربه، هو بس محتاج وقت شويه لو هتضربيه على ايدك. تمام، ابدأي بقى كده اضربي كويس جدا جدا لحد ما يبقى فومي معاكي بالطريقه اللي انت شايفاها دي. وبعد كده هنبدأ ان احنا ناخد الكريم شانتيه بتاعنا نوزعه كطبقة تانية فوق طبقة الكيك، بعد طبعا ما شربناها الحليب. طبعا اهم حاجة وانتي بتحطي الكريمة ان تتأكدي تماما ان الكيكة بتاعتك تكون باردة تماما، لان لو الكيكة سخنة او فيها سنة كده من الدفيان ممكن ان هي تسيح لي الكريمة وهتبقى مش حلوة خالص، شكلها مش حلو. فتأكدي ان الكيكة معاكي خلاص بردت تماما، وحطي طبقة الكريمة. بالنسبة للطبقة الثالثة معايا هنا كوباية ونص من المية، هحط عليها كيسين من جيلي الفراولة. انا حبيت النهاردة ان انا اعملها بجيلي الفراولة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. حطيت كيسين على كوباية ونص من المية، وهحط عليهم كمان معلقة ونص من النشا. وده الجليز بتاع الفراولة اللي انا بعمله دايما، او جليز المانجا، اي جليز بالجيلي بعمله بالطريقة دي بيطلع معايا تحفة وطعمه جميل جدا. هنبدأ ان احنا نخلطه الاول على البارد، وبعد كده بنبدأ نحطه على النار لحد ما يبدأ ياخد غلوة معايا كده على النار، وكده خلاص هنطفي عليه ويبقى كده جاهز. طبعا ما ينفعش دلوقتي خالص في المرحلة دي وهو سخن ان انا احطه على طبقة الكريمة، لان هيسيح طبقة الكريمة، فلازم اسيبه على جنب كده لحد ما يبدأ يهدى تماما. وبعد كده نبدأ نحطه بقى على طبقة الكريمة بأمان، علشان خاطر ما سيحش الطبقة بتاعة الكريم شانتيه دي خالص. زي ما انتم شايفين انا حطيته اهو بالراحه خالص بعد ما برد تماما. بدات ان انا اوزعه كده شمال ويمين لحد ما ملأ السطح كله بالطريقه دي. هندخله بقى دلوقتي التلاجة لمدة حوالي ساعة او حاجة لحد ما يجمد. هو مش بياخد وقت خالص، يعني بيقفش بسرعة وبيجمد بسرعة. هنبدأ بقى دلوقتي في مرحلة التقطيع بعد مرور حوالي ساعة او ساعتين في التلاجة. وهبدأ دلوقتي ان انا اقطع. انا قطعت بقى كام؟ انا قطعت 6 في 4، عملولي 24 قطعة، لان الصاج ده زي ما قلت لكم الصاج ده 30 في 40. طبعا مش شرط يكون عندك صاج، انت ممكن تستخدمي الصينية الألمونيا اللي هي اكبر مقاس في اللي هي الصواني المستطيلة دي، برضو بتبقى تقريبا من نفس المقاس. هنبدأ ان احنا نقطع بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ونبدأ بقى نزين. انا زينت هنا بأقل الامكانيات،
كان عندي شويه من جوز الهند كسرت اللون بيهم كده وحطيت على كل قطعه شويه من جوز الهند. لو انت حابه تعملي روزيتات كريم شانتيه براحتك، انا غيرت المره دي وعملت بقى شويه من جوز الهند. كان عندي كمان اللي هو الكريز، رحت جايه قطعته حتت صغيره، لان الواحده حسيت انها تبقى كبيره قوي على القطعه، فقطعته قطع صغيره ورحت جايه حاطه على كل واحده حته صغيره كده. وده كده شكل الجاتو بتاعنا بعد ما قطعناه وطلعنا منه حته. تعالوا بقى نشوفه بقى واحنا بندوقه قد ايه الكيكه بتاعتنا هشه وجميله، وهي فعلا فعلا تستحق منك التجربه.